ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل مع بعض كيكة الرواني او كيكة البسبوسة. كيكة هشة وخفيفة، وكمان طعمها لذيذ جدا كأنكم بتاكلوا بسبوسة. يا ريت كل اللي شايف الفيديو يضغط لايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشرفني ويشترك في القناة. ودلوقتي هقول لكم على اول حاجة هنعملها في وصفة النهاردة. اول حاجة هنعمل مع بعض الشربات علشان يبرد كويس، علشان انا عاوزة الكيكة تبقى سخنة والشربات بتاعنا يبقى بارد. هستخدم كوباية ونص من السكر، وهضيف عليها كوباية ونص من المية. ودلوقتي هنحط الخليط بتاعنا على النار، واول ما يبتدي يغلي زي ما احنا شايفين هضيف عصير نص ليمونة، وهسيبه يغلي من 5 ل7 دقايق. انا مش عاوزة الشربات بتاعنا يبقى تخين، عايزاه يبقى خفيف زي الشربات بتاع البسبوسة. علشان كده مش هسيبه يغلي كتير. هنضيف كيس من الفانيليا بعد ما نرفعه من على النار، وهقلب كويس، وهسيب الشربات لغاية ما يبرد. ومن الافضل طبعا اني احتفظ بيه في التلاجة علشان يبقى بارد تماما، علشان استخدمه اول ما تطلع الكيكة من الفرن. تاني حاجة هعملها، هجيب الصينية او القالب اللي هحط فيها الكيكة، وابتدي ادهنها كويس. ودلوقتي هبطنها بالدقيق كويس، القاع والجوانب. خلاص بكده القالب جاهز معايا علشان احط فيه الكيكة. ودلوقتي هنشوف المقادير وهنشوف الطريقة مع بعض. هستخدم كوباية من السكر، كوباية من الزيت، وهبتدي اضرب كويس. اللي عاوز يستخدم الخلاط مفيش مشكلة، انا بستمتع وانا بستخدم المضرب اليدوي. ودلوقتي هنضيف البيض. انا هستخدم بيضتين، وهنقلب كويس. اهم حاجة يا جماعة نقعد كده نضرب في الخليط لغاية ما نتأكد ان السكر داب تماما. عايزة السكر يكون ملهوش اي اثر، الخليط يمتزج في بعضه. هتشوفوا القوام دلوقتي معايا. هنستمر في الضرب المتواصل. ضفت كيس من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل. الحاجات دي مهمة جدا علشان ريحة البيض يا جماعة متبقاش واضحة. وكمان معلقة الخل تعتبر محسن طبيعي، هتساعد ان الكيكة تبقى هشة معايا اكتر. هنستمر في الضرب لغاية ما نحصل على خليط ناعم وكريمي زي اللي انتوا شايفينه. هنضيف كوباية من اللبن، وهنستمر في التقليب. اللي عاوز يعمل الخطوات دي كلها في الخلاط زي ما تحبوا. بنقلب كويس. خلاص كده كل المكونات تجانست معايا. دلوقتي هجهز كل المقادير الجافة اللي هنضيفها للخليط السائل. في حاجة مهمة لازم اقولها لكم، الكوباية اللي هنستخدمها واحنا بنعاير المقادير يكون حجمها واحد. انا ضفت كوباية من الدقيق بنفس معيار الكوباية. هحط كوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة، نص كوباية من جوز الهند المبشور ناعم، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة ملح. عندنا كمان بشر برتقان، ده هيخلي يا جماعة كيكة البسبوسة أو صينية الرواني ريحتها حلوة جدا. خلاص كده قلبنا كل المكونات. هبتدي دلوقتي هضيف المكونات الجافة، هحطها على دفعتين. قلبت أول مرة، دلوقتي هضيف باقي الكمية وأكمل تقليب لغاية ما أحصل على القوام اللي أنا عاوزاه. القوام بيبقى زي قوام الكيكة، بس هتحسوا إن هو مختلف شوية علشان الدقيق بتاع البسبوسة بيمتص السوائل. علشان كده زي ما انتوا شايفين ابتدى القوام يتخن شوية معايا. لو حسيتوا ان الخليط سائل شوية ممكن نضيف شوية دقيق ونقلب لغاية ما نحصل على القوام اللي انتوا شايفينه. خلاص
دلوقتي الكيكة جاهزة معايا علشان اصبها في القالب. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها هو ده القوام المظبوط. احاول اساوي السطح على قد ما اقدر علشان الارتفاع بتاعها يبقى مظبوط لما تطلع من الفرن. كمان احاول اهزها شوية علشان السطح يبقى متساوي معايا، واخبطها كده كام خبطة علشان اطلع اي هوا موجود فيها. الفرن بتاعنا مسخنينه كويس. دلوقتي هظبط درجة الحرارة على 180 وهتابع الكيكة في التسوية وهوريها لكم اول ما تطلع من الفرن. وده شكل الكيكة بعد ما طلعت من الفرن. اللون بتاعها رائع، حلوة جدا يا جماعة، والريحة بتاعتها كمان خطيرة. ممكن نجيب خلة ونعمل فتحات كده قبل ما نحط الشربات، لكن انا شايفة انها هشة جدا ومسامية، مش محتاجة اعمل الحركة دي. دلوقتي هجيب الشربات وابتدي اصبه على الكيكة وهي سخنة. هنصب الشربات على كل اجزاء الكيكة وهنسيب الكيكة لغاية ما تشرب تماما كمية الشربات الموجودة معانا. وكمية الشربات يا جماعة تقدروا تتحكموا فيها، لو عاوزين تزودوا الكمية براحتكم أو تقللوها حسب الرغبة. الكيكة ما شاء الله حلوة جدا. هستنى لما الكيكة بتاعتنا تبرد وبعدين هبتدي أقطعها. هنقطعها بالأشكال اللي احنا عاوزينها. أنا عملتها مستطيلات. ممكن نقدمها زي ما هي بالشكل اللي احنا شايفينه، أو ممكن نزينها بجوز الهند المبشور. أنا حطيت كده على كل مستطيل شوية جوز هند، تديها شكل جمالي حلو جدا، وكمان الطعم هيبقى مناسب جدا للنوع ده من الكيكة. دلوقتي هجهز قطعة علشان تشوفوها معايا. ان شاء الله يا جماعة شايفين الجمال اللي انا شايفاه. الكيكة بتاعتنا هشة جدا وسفنجية وطرية خطيرة، حلوة جدا. طبعا انا لازم ادوق لانها مغرية جدا. الكيكة دايبة وانا بقطعها، تحسوا انها مزيج من الكيكة والبسبوسة. طعمها روعة، تجنن يا جماعة بجد، حلوة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين معايا في ناس بتخطف منها وانا بصور. من تحت كمان التسوية بتاعتها حلوة جدا، لونها محمر وجميل، طرية جدا. طبعا لانها هشة شايفين الشربات وصل لتحت بسهولة. وصفة النهاردة كيكة الرواني او كيكة البسبوسة. ان شاء الله لما تعملوها حسب الخطوات والحاجات اللي انا قلتها لكم هتطلع معاكم حلوة جدا وهتدعولي كمان. ياريت اللي لسه معايا لغاية دلوقتي مينساش يضغط لايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك في القناة. مستنية تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.